ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. هنعمل مع بعض النهارده البرجر البيتي بطريقه سهله واقتصاديه بدون بيض بدون بصل، وسهل جدا وهيعجبكم قوي ان شاء الله. لو اول مره تتابعيني لايك وشير للفيديو لو عجبك والاشتراك في القناه. انا اسمي ضحى الصادق من مطبخ دودو، وتعالي نشوف هنعمل البرجر البيتي الجميل ده ازاي. اول حاجة احنا معانا ربع كيلو لحمة مفرومة، ده اللي كان متوفر عندي. بدأت ان انا اضيف عليه حوالي مكعب كبير كده من الدهن، وبدأت ان انا اضربه في الكبة كويس لحد ما انسجموا مع بعض كده، وبدأت ان انا احط عليهم بقى التكات الجميلة دي. حطيت معلقتين كبار بقسماط مطحون، وحطيت معلقة كبيرة طحينة خام. دي الطحينة الخام اللي انا كنت عاملاها معاكم في البيت. سهلة جدًا، جدًا، والفيديو بتاعها موجود عندكم على القناة، تقدروا تشوفوه وتتابعوه. ودلوقتي دول تَكّة حلوة أوي، أوي مكان البيض والبصل، بحيث إن البيض بيدّي شوية زفارة يعني. البهارات ملح، فلفل أسود، بابريكا، كمون، من كل حاجة نُص معلقة، والملح بقى على حسب رغبتِك يعني. بدأت إن أنا أحطهم كده كلّهم، وأحط عليهم بقى البهارات بتاعة البرجر. بس إحنا ما نتوصّاش بالملح أوي، لإن بهارات البرجر بيكون فيها نسبة ملح برضه عالية. حطيت يعني قيمة معلقة ونُص كده من معالق من بهارات البرجر، وهابدأ بقى إن أنا أعجنهم كويس أوي. أنا ما حطيتش بيض زي ما قُلت لكم إني باحس بريحة زفارة أوي في بالبيض لمّا بيتحط في البرجر. وبرضه البصل حبيت إن أنا أستغنى عنه، علشان أساس البرجر أصلًا مش بيكون فيه بصل. البرجر البصل ده أنتِ بتحطيه عشان تزوّدي بس الكمية أو تحرّشيه، إنما هو كده كويس جدًا، يعني هو يُفضّل يكون من غير بصل. أنا بقى هنا دلوقتي جِبت لكم غطا برطمان، يعني على حسب بقى الحجم اللي أنتِ عايزاه. ده للناس اللي مش متوفّر عندها المكبس بتاع البرجر، فهنبدأ إن إحنا بقى نجيب غطا البرطمان على حسب الحجم، ونبدأ إن إحنا نحط كيس من اللي هو بتاع التلاجة أو كيس المطبخ بتاع الساندوتشات يعني عادي، نقطعه كده نقسمه نُصّين، ونبدأ إن إحنا نحط الكيس في الغطا الأول، وبعد كده ننزل بالعجينة بتاعتنا أو باللحمة بتاعتنا، ونبدأ إن إحنا بقى إيه، نكوّرها كده كويس ونحطها ونفردها زي ما إحنا عايزين، بس المهم إن إحنا نفردها كويس وتبقى متساوية كده وحلوة. تمام. المكبس أولًا كده، كده أنا مش هاممني، لإن أنا لمّا آجي أسويه في الجريل، طبعًا الجريل فيه خطوط كده اللي هي بتدّي شكل البرجر وكل حاجة، ففي كلتا الحالتين أنا مش فارق معايا الخطوط تظهر والّا لأ، لإن أنا هاحطه في ساندوتش وهاكله. يعني مش هتفرق بقى معايا الخطوط موجودة والّا لأ. ما شاء الله شايفين السمك بتاعها حلو أوي وجميل جدًا، وهو نفس المكبس. وعلى فكرة المكبس مش غالي خالص، ده ب35 جنيه، بس أنا باتكلم للي مش متوفر عنده، نقدر نتصرف إزاي ونعمل البرجر في البيت إزاي. كده أنا خلاص وريتكم أنا عملته إزاي. هابدأ بقى أخلّص باقي الكمية. الربع كيلو عمل لي بالضبط 5 قطع كبار، يعني 5 ساندوتشات برجر ما شاء الله، يعني زي الفل. أنا وبناتي طبعًا وجوزي اتعشينا بيهم وشبعنا كمان. إحنا أصلًا 5 أفراد وكل واحد ساندوتش كده، فما شاء الله كفّانا وكانت عشوة لذيذة جدًا. عايزة تصغّري الكمية صغّري براحتك أوي، ما فيش أي مشكلة، بس أنا حبيت إن أنا أكبّر عشان يبقى إيه، مالي مركزه كده ويكون فاهمة، في الرغيف كده شكله حلو. فده آخر واحدة معانا، باورّيكم إزاي باساوي الحواف يعني. وكده خلاص خلّصته ما شاء الله جميل وسهل وفي نفس الوقت شغل اقتصادي يعني. آدي ال5 قطع، هابدأ بقى إن أنا أدهن الجريل زيت وأسخّنه أوي وأبدأ أحط بقى ال5 قطع. فبعد ما يبدأوا بقى إن هُم خلاص يستووا، هابدأ بقى إن أنا إيه، أحط جبنة موتزاريلا وجبنة سوري شيدر وجبنة رومي. حبيت إن أنا أعلّي التيست أوي بتاع الجبنة في الساندوتش، فأنا شايفة إن هو كده هيبقى حلو أوي. بدأت إن أنا أحط الجبنة، بس إن أنا مش هاسيّحها لأ، أنا عايزاها بس تبقى إيه، طرية كده معايا، طرية مش حابة أكتر من كده، علشان لمّا آجي آكلها تبقى طعمها حلو أوي. بدأت إن أنا أجيب كاتشب على مايونيز وأقلّبهم مع بعض، وبدأت إن أنا أقطّع الطماطم بالطريقة ديّة، وعشان خاطر وحطيت واحدة في النُص عشان تعلّي لي طبعًا شكل البرجر كده في الساندوتش. وبدأت إن أنا برضه أعلّي التيست بزيادة، فحطيت قطع زيتون في قلب على الجبنة،
وبدأت احط خصاية وبدأت ان انا احط الرغيف طبعا انا دهناه بالكاتشب والمايونيز من تحت ومن فوق. كده انا بوريكوا شكل الساندوتش خلاص وانا بعمله، وخلصت باقي الكمية دول 4 وفي واحد طبعا اتشقط مني خلص على طول ما شاء الله، دول اللي لحقتهم والله، فاضل واحد يلا راح لحاله. فأنا بوريكوا الشكل النهائي، أتمنى بجد انه يكون عجبكم واقتصادي جدا وسهل وسريع، ما خدش مننا اي وقت، ويا رب الفيديو يعجبكم وبألف هنا وشفا.